صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقه دي. انا مصطفى الشاعر، ودي حلقه جديده من برنامج خش كلاك. والمصحف رابع مره صور الحلقه، كل مره تحصل مشكله. تنويه من البدايه، الحلقه دي فيها حرق، اقسم بالله العظيم هيبقى فيها حرق. لو انت ما اتفرجتش على المسلسل لغايه دلوقتي، اول ما خلصتوش اعمل بوز للحلقه وروح كمل الحلقات اللي لسه ناقصاك، وبعد كده ارجع كمل الحلقه دي. بس قبل ما تروح لايك بقى كده، سبسكرايب في الشانل لو انت مش مشترك. خلونا ننتشر اكتر يا جماعه، والله لايكاتكم بتساعدنا ان احنا ننتشر اكتر واكتر. كومنتات عشان خاطره، مش عشان خاطر انا في خطر على حياتي وانا عايش معاه. هو ده التاريخ اللي انا لازم اعمل فيه نقله في حياتي. والفرصه جت. في حاجات كتير لازم تتغير. ايه ده؟ السوالف دي لازم تقصر. انا عايزك تسيبني مدام شيرين. يا حبيبي هي ركنه. هو مش سهل خالص ان حضرتك تكون اب وتكون ام في نفس الوقت. ماتي الكلام والنعام نام. ماما انا عايز ابطل فتوانه خالص. فتوانة ايه اللي تسيبها؟ هو احنا بقالنا حس الا بعد انت ما اشتغلت بلطجي؟ امال انت بتدعي لي ابطل ايه؟ السجاير. طيب بمنتهى البساطه كده، مسلسل الصفاره هو واحد من المسلسلات اللي انا كنت مستنيها في رمضان ده. وانت حطيت السماعه الصوت مش دي مقطوره، صوت مقطوره او حاجه كده والنبي. طيب يعني انا لما بقرب ولما ببعد بوحشك بجد، عشان انت ازاي بتقول بوحشك؟ هي لما تقرب انا بتونس بيك، لما تبعد انا بتونس بيك. لا الاب يا رب. رابع مرة يا رب. مسلسل الصفارة هو واحد من المسلسلات اللي أنا كنت مستنيها رمضان ده، خصوصا إن هي من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، حاتم صلاح، وآية سماحة. خلونا ما نتكلمش عن أحمد أمين دلوقتي، نبتدي بطه دسوقي. طه دسوقي اللي هو في الأساس ستاند اب كوميديان، ودخل مجال التمثيل مؤخرا، وبصراحة أبدع في النقطة دي. وانا نفسي ان طه دسوقي اشوفه في اعمال اكتر، ولكن ما يتمش حصره في ادوار انت اللي جاي تضحكني، والناس ما تحطش عليه توقعات ان هو كل كلمه هيقولها تبقى بافيه ويجيبك الارض. لان طبيعي اي كوميديان في افيهات هيقولها هتبقى ناجحه، وفي افيهات هيقولها هتخيش معاه. فما تشيلهوش يا جماعه اكبر من طاقته، خصوصا ان هو لسه في بدايته. اما بقى الشخصيه الثانيه وهو حاتم صلاح. حاتم صلاح اللي ما يعرفوش هو اللي بيعمل في مسلسل الكبير دورنا فادي من السنة اللي فاتت. فبمنتهى البساطة الراجل ده عنده قدرة غريبة ان هو يقولك افيه سخيف، اقسم بالله انت لو سمعته من واحد صاحبك هتقوم تضربه، هتدور على حاجة تحدفه بدماغه، هتعمل جناية بسبب افيه. ولكن حاتم صلاح عنده القدرة ان هو يضحكك من كتر سخافة الافيه. الشخصية الثالثة معانا وهي شخصية آية سماحة، او كما اسمها في المسلسل شيرين. شيرين هي ابعد شوية، وبصراحة بشوية كتير، عن الكوميديا اللي بيقدمها احمد امين وطه دسوقي وحاتم صلاح، لان هي في الاساس مش ممثلة كوميدية. واول حاجة اعتقد شفناها فيها كانت مسلسل ما وراء الطبيعة برضو مع احمد امين. آية سماحة في مسلسل الصفارة اجتهدت كتير قوي بصراحة، وحاولت تضحك. في اوقات افهاتها كانت موفقة وكانت بتجيب ضحك، وفي اوقات تانية خيشت قوي، بس اجمالا هي اجتهدت. اما بقى القديرة انعام سالوسة، بجد هي واحدة من الممثلات اللي هتقدر تحسسك قد ايه هي زي والدتك، قادرة تضحكك، قادرة تهزقك، قادرة تطمن عليك وتحسسك بخوفها، وقادرة في نفس الوقت تقولك افهات تضحكك وتموتك من كتر الضحك، وفي نفس الوقت ترميلك افهات تكفرك وتخليك تقضم الغيظ وتقول يا رب دي امي ما اقدرش اعمل اي حاجه. بس الافيه بيبقى صعب منها بصراحه، ولكن انعام سالوسة ابدعت بجد. فعلا هي ممثله قديره، والعمل
استفاد منها كتير قوي. نيجي بقى للكريزة اللي كانت فوق التورتايه، وهو محمود البزاوي. للي ما يعرفش يا جماعة، أستاذ محمود البزاوي في الأساس مؤلف. ألف مثلا ملاك اسكندرية، شفتوا السسبنس والإثارة؟ نفس الشخص ده ألف الرجل الأبيض المتوسط، واحد من الأفلام اللي اتعملت في أوائل الألفينات اللي بجد نوستالجيا وتهليك ضحك من أجل الضحك. فالراجل ده كان بيطلع في مشاهد قليلة فعلا بونبوناية الحلقة. الكام مشهد اللي بيطلع فيهم هو أبوك اللي بيديك نصيحة، ولكن في صيغة كوميدية. هو مش جاي يعلمك وخلاص، لا، هو بيعلمك ويربيك ويضحكك ويأدبك، وكل ده وهو مبتسم. فبجد شكرا محمود البزاوي على إبداعك. ونيجي بقى دلوقتي لأحمد أمين. أحمد أمين اللي أنا أفتخر إن أنا متصور معاه صورة زي دي، صحاب بقى وبتاع، أنتوا فاهمين يعني. واحد من الممثلين اللي عندهم إمكانيات جبارة بمعنى الكلمة. أنا شفتها على أرض الواقع، وأنتوا شفتوها في الحلقات وفي الأفلام والمسلسلات. أحمد أمين لما عمل لنا ما وراء الطبيعة، حاجة بعيدة تماما عن الكوميديا، ولكن أبدع فيها في دور دكتور رفعت إسماعيل. عمل لنا مثلا دوره في مسلسل جزيرة غمام السنة اللي فاتت في رمضان، وناس كتير أجمعت إن أحمد أمين كان أفضل ممثل في السباق الرمضاني السنة اللي فاتت. أحمد أمين مثلا في البلاتو، أحمد أمين في أمين وشركاه. الراجل ده عنده طاقة إبداعية جبارة بجد، شابوه أحمد أمين. ونيجي بقى دلوقتي لتاني حاجة في المراجعة بتاعتنا، وهي القصة. القصة بمنتهى البساطة بتدور عن شفيق، مرشد سياحي بيقدر يتحصل على صفارة أثرية بترجع لتوت عنخ آمون. الصفارة دي قادرة إن هي ترجعك بالزمن لمدة 3 دقايق عشان تغير حاجة في ماضيك، والتغيير ده هتشوف أثره بعد 6 سنين. القصة مبنية بذكاء بصراحة، وتخليك تقدر تعيش قصص وأجواء وحكايات مختلفة كتير، وده اللي حصل فعلا في المسلسل. ولكن نظرا لأن القصة مش مكتوبة من نفس الشخص، هي تحس إن هي مش مية واحدة. القصة مكتوبة عن طريق ورشة كتابة أشرف عليها أحمد أمين بنفسه والكاتب محمود عزت، ولكن في الأساس الكتاب كانوا سارة هجرس، عبد الرحمن جويش، وشريف عبد الفتاح. القصة زي ما قلنا كان فيها حكايات مختلفة متصلة منفصلة، كل قصة لها بنائها الدرامي ولها حياتها، ولكن القصص كان في قصص منها ضعيفة قوي، وكان في حكايات قوية فعلا. أول حكاية اتحكت وهي حكاية رجل الأعمال، دي كانت من أقوى الحكايات. ولكن عندنا مثلا حكاية اتعملت ببواخة قوي، كانت حاجة من الآخر كده حشو، زي ما بيقولوا حشو كده. ليه؟ لأن المسلسل 15 حلقة، ففي السياق ال 15 حلقة احنا مضطرين ان احنا نعمل حلقات عشان نكمل ال 15 حلقة عشان المسلسل بتاعنا يتعرض وقنوات تشتريه. ولكن المسلسل ده بصراحة تمامه كان 12 أو 11 حلقة، واحنا متفهمين ليه اتعمل 15 حلقة. ولكن القصة اللي كانت عبارة عن حشو هي القصة بتاعة الرضا، انك تكون راضي عن نفسك وما تكونش سلبي. ولكن القصة اتعملت بطريقة بايخة إلى حد ما، وإن هو من كتر ما راضي بحاله بقى سلبي جدا، وحياته بقت سطحية. مش للدرجة دي، مفيش حد بالسلبية دي مهما كان راضي عن حاله. فالقصة معمولة سلق بيض كده أوام أوام في الكروتة. واحدة تانية من القصص اللي كانت عطيانا مقدمات حلوة قوي هي القصة التانية، لما شفيق بقى أب ل3 ولاد هم مش أولاده وبيربيهم وعايش معاهم. القصة كانت حلوة جدا، ولكن من كتر حلاوتها أعتقد فريق الكتابة ما قدرش يقفل القصة قفلة حلوة، فقفلها قفلة بايخة قوي. فاكرين زمان لما كنا نتفرج على فيلم ولا على مسلسل والأحداث تبقى حلوة قوي ومشدودة، فجأة المسلسل ولا الفيلم يخلص ويطلع البطل كان بيحلم، فتعرف على طول إن المؤلف هنا اتعك، الدنيا باظت معاه، في حاجة غلط، فمعرفش يقفل القصة، قال لك خلي البطل بيحلم. فنفس الأحداث أو حاجة شبهها حصلت، وهي إن واحد من الأطفال بيحط الصفارة في بق شفيق وهو نايم، وبتنتهي القصة على كده وبيرجع تاني لأحداث الحفلة. ولكن برضو في الإجمال القصص كانت لطيفة وفيها كوميديا وفيها سياق درامي لطيف جدا،
وفي بجد مشاهد اخراجيا هي تحفه وبتضحك لوحدها. الصوره والكادر مضحكين بجد، وده ياخدنا للاخراج وهو لعلاء اسماعيل. علاء اسماعيل هو مخرج شاب، واعماله اغلبها ينحصر مع احمد امين، زي بلاتو الجزء الثاني والجزء الثالث، امين وشركاه، وبرضه كان هو المخرج لمتحف الدحيح. هو مخرج صاعد، ولكن هو مخرج جيد، بدليل ان هو قدر يقود مجموعه زي دي مكونه من احمد امين، محمود البزاوي، انعام سالوسة، طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب، وهي سماحه وطه دسوقي وحاتم صلاح. مجموعه قويه ومجموعه فعلا انا متاكد ان البلاتو كان بيشع ضحك، وهو اكيد في اوقات ما كانش قادر يسيطر على التيم ده، ولكن في النهايه قدر يطلع لنا عمل فعلا هيعلم مع الناس لفتره طويله، خصوصا وان العمل ده مش مرتبط بفتره زمنيه او بحقبه معينه تتفرج عليها. هو عمل هيعيش لسنين، لانك تقدر تتفرج عليه في جميع الاوقات ايا كان حالتك المزاجيه، الظروف اللي انت عايش فيها او المكان اللي انت عايش فيه. ودلوقتي نوصل لاخر حاجه في حلقتنا النهارده، وهي تقييم المسلسل. والتقييم بالنسبه لي، وده نابع عن رايي الشخصي، فنقدر نتخانق مع بعض في الكومنتات زي ما هو بيقولها كده. كومنتات، خش على الكومنتات، نتخانق، اكتبوا اي حاجه، خش على الكومنتات، خش على الكومنتات. اقعد جنب ايه. انت متخيل لما تصحى من النوم على صوت زي ده؟ فنقدر نتخانق بقى مع بعضنا في الكومنتات تحت. وهيكون تقييمي للمسلسل الصفارة 7.5/10. اعتقد المسلسل كان يقدر ياخد تقييم اعلى من كده لو كان في سيزون تاني غير رمضان، لان ساعتها كان هيبقى المسلسل حوالي 10 حلقات او 12 حلقة، ونقدر نشيل الزيادات اللي ملهاش لازمة او القصص اللي كانت الى حد ما اقل من غيرها. وبما انك بقى وصلت للنهاية هنا، فما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير بقى لاصحابك، شغل جرس التنبيهات، اكتب كومنتات، الحاجات دي يعني. كومنتات، اعملوا كومنتات. هيكتبوا كومنتات يا سيدي، هيكتبوا المصحف. خلاص بقى اي امال ايه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة خش كلاك ومراجعة مسلسل الصفارة. خش اتفرجوا على برنامج اسمه ايه؟ صح، معايا بروديوسر شاطر والله. بصوا بقى، لو انت ليك في المحتوى الكروي فعندنا برنامج اسمه كوتش الغلابة. لو انت اهلاوي خش وهتتبسط، ولو انت بقى زملكاوي خش كلاك. ايوه اتفرج على خش كلاك، ايوه اتفرج على البرنامج ده، ما تشغلش بالك. تمام، حلو قوي. سلام عليكم.